من التابعين الكبار سيدنا عروة بن الزبير، وهو ابن الصحابي الجليل الزبير بن العوام، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها الملقبة بذات النطاقين. إذن هو ابن لصحابيين جليلين، وجده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وجدته من أبيه هي عمة رسول الله صفية رضي الله عنها وأرضاها. عروة ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر، في آخر سنة من خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. عروة كان محبا للعلم، فتوجه إلى علماء الصحابة وأخذ منهم الكثير، منهم أبو هريرة، عبد الله بن مسعود، وابن عباس رضي الله عنهم، وغيرهم كثير من الصحابة الذين أخذ عنهم. بل إنه قد أخذ عن السيدة عائشة خالته رضي الله عنها وأرضاها، أخذ عنها كل شيء. قال: لو أن عائشة رضي الله عنها حية، يعني ما أخذت عنها شيئا بعد ذلك، لأنه قد استوعب علمها كله. فكان عروة بن الزبير رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة الكبار في المدينة المنورة التي ترجع إليهم الفتية. هذا التابعي المبارك كان عالم زاهد عابد خاشع لله سبحانه وتعالى. قيل في ترجمته أنه كان يقرأ ربع القرآن في النهار نظرا، ثم يصليه في الليل في قيام الليل. ربع القرآن يعني قديش يا أخواننا؟ 7 أجزاء ونصف. يقرأها بالنهار نظرا، وبالليل يقرأها غيبا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وظل على هذا الحال سنوات طويلة، ما تخلف عنها إلا عندما صار معه حادثة ترك هذا الأمر. ما هذه الحادثة؟ الحادثة أن الوليد بن عبد الملك في دمشق طلبه بعد أن سمع بعلمه وغزارة ما لديه من معلومات، أرسل إليه من دمشق رسالة يقول له: تعال زرنا في دمشق نكرمك، ويعني من هذا الكلام، أو ليجعل له ملتقى علميا مع من هو موجود في الشام. خرج عروة بن الزبير من المدينة إلى دمشق، وكان معه ابنه وبعض أصحابه. فلما وصل إلى الوليد بن عبد الملك كان يشتكي من رجله شيء بسيط، لكن الأمر تضاعف، الوجع ازداد وازداد وازداد. جاء بالأطباء، طبعا الوليد مباشرة أرسل إلى الأطباء أنه شوفوا شو المشكلة وكذا. قال الأطباء أن عروة أصابت رجله الأكلة أو الآكلة، يعني شو هي الأكلة؟ الغرغرينة، ويجب قطعها. أبى، قال لا. قالوا له: إذا ما بتنقطع رجلك رح تطلع لفوق لجسمك وتقتلك. وافق، قال: اقطعوا إذن تحت الركبة. تمام. جاء الأطباء، قال: نريد أن نخدرك. طبعا التخدير عندهم وقتها قال: نشربك خمرا أو مرقدا، مخدر يعني. قال: لا أستعين بالحرام على جلب العافية. قالوا: كيف نقطع إذا بدهم يشقوا الجلد والعضلات، بعدين يجيبوا المنشار وينشروا العظم كله، هو مستيقظ يعني؟ فقال لهم: لا، وإنما إذا دخلت في الصلاة ووصلت إلى السجود الأخير فاقطعوا.
لأنه كان عندما يدخل في الصلاة ينفصل عن الدنيا لا يشعر بشيء. وبالفعل صلى ركعتين، فهو بالسجود قطعوا له رجله، ما أحس. لكنه معلومكم بعد ما يقطعوها مشان تنقطع نزيف الأوردة ينقطع، بيحطوه بالزيت المغلي، بيحطوا الرجل بالزيت المغلي حتى تكوى نهاية الرجل. ففعلوا ذلك، وضعوها بالزيت المغلي فأغشي عليه. هو بحالة الإغماء، ابنه اللي جايبه معه وعنده 4 أولاد، ابنه اللي جايبه معه دخل إلى اسطبلات الوليد ابن عبد الملك ليرى الخيل المسومة. فلما دخل ركلته دابة فقتلته. استفاق، وجد رجله محطوطة جنبه في طست. قالوا له: لقد وقصت الدابة ابنك فمات. فقال هذه الكلمة: الحمد لله، لئن أخذ عضوا فلقد أبقى لي أعضاء، ولئن أخذ ابنا فلقد أبقى لي أبناء. حال عجيب من الرضا عن الله سبحانه وتعالى. جاء بعض الناس يواسونه، قال: نحن أخذ الله عز وجل منك رجلك ونحن بحاجة إلى علمك ولسانك، فلا تحزن على رجلك فإنها سبقتك إلى الجنة، وأرجو أن تلحق بها إلى هناك. فقال: هذه أجمل تعزية لي لقدمي يعني. إذن أيها الأحبة، هذا التابع الجليل كان عالما عارفا صابرا محتسبا. والدرس اللي بدنا ناخده يا إخواننا أنه نحن مهما أصابنا من بلاء، من هم، من غم، من مرض، فلنرجع به إلى الله. ففروا إلى الله، قل له: يا رب الحمد لله، إذا أنت أصبتني بمرض وبقدر بتحمله، في غيري أصيب بأمراض عدة. لأنه بعض الناس بيقول لك: يا أخي أنا مريض، بيقعد بيتشكى، عم باخذ أدوية كتير، سكري وضغط وكوليسترول والفقرات عندي متهالكة وما بعرف إيش. ليه عم تحكي هيك؟ احمد الله عز وجل، مو خلي لك لسانك الذاكر، ما بكفي. هي الشكوى الكتيرة واللج بلاه. اشكو أمرك لله، لا تشكوها للناس. إذا واحد سألك قل له: أنا في قمة النعم من الله عز وجل، لا أشتكي شيئا. هكذا فلنكن يا أيها الأحبة، لأنه نحن بدنا نشكر نعم الله عز وجل. أحد العارفين مر على مزبلة فرأى رجلا مقطوع اليدين والرجلين ويتمرغ في يعني هذا الذي هو فيه، ويذكر الله عز وجل: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال: يا هذا على ما تحمد الله عز وجل؟ كابينا كون، لا أقدام ولا إيدين. فقال: ما أجهلك يا هذا، أنا أحمد الله عز وجل أن رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. وهذا الذي ينظر إليه الله، ينظر إلى قلبك، ينظر إلى لسانك، إلى حمدك على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يرزقنا شكرها، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين.